أنا كان نفسي بابا يكون عايش، كلنا والله كان نفسنا بابا يكون عايش، كنت عايزاه عايش عشان يتحمل مسؤوليتي أنا وماما، بس للأسف بابا مات، بابا مات وأنا في الكلية، وقبل ما يموت مصاريف مرضه كانت كتير قوي علينا، وراح فيها اللي قدامنا واللي ورانا. ربنا اختاره وكان سايبني أنا وماما تقريبا على الحديدة. الحمد لله أنا اتعلمت كويس وقدرت أشتغل في مكان كويس، لكن فجأة لقيت نفسي أنا مسؤولة عن نفسي وعن أمي، وعشان محدش يطمع فيا بقت شخصيتي قوية قوي، والكل بيعمل لي ألف حساب، لدرجة لما حد بيجي ويسأل الجيران عليا عشان يرتبط بيا ويقولوا له ابعد عنها مش هتقدر عليها. أنا حاسة إني معقدة ومش راضية عن حالي، وماما بتقولي عيب إنك تبقي كده، وكمان عيب لما أروح لدكتور نفسي يساعدني. قولي لي رأيك. طبعا ماما إن عيب تروحي لدكتور نفسي يساعدك، الدكتور النفسي نفسه ممكن يروح لدكتور يساعده. كلنا محتاجين حد يساعدنا. انتي اللي حصل عندك ان غياب والدك عن حياتك في سن يعتبر صغير خلاكي على طول حاسة انك مسؤولة انك تدافعي عن نفسك، او انك في اي لحظة هيجيلك خطر او هجوم من اي جهة، فده اتحول ان بقيتي اجريسيف قوي، بقيتي عصبية قوي، بقيتي حادة قوي، وهو ده اللي انت فيه. انت عندك مشكلة فوبيا انك تكوني لوحدك بعد ابوكي. لا، انت محتاجة فعلا انك تستشيري دكتور في مشكلتك، او ابعتيلي على الصفحة وانا ارد عليكي. لازم نواجه مشاكلنا عشان نعرف نحلها. ايوه، قولي انا عندي مشكلة، انا ابويا مش موجود، انا مفتقدة الامان، وانا عملت كده عشان كنت مفتقدة الامان، ودي غلطتك. الامان في ربنا حبيبتي، الأمان لا في بابا ولا في ماما ولا في نفسك. الغلطة إنك أنت حسيتي الأمان موجود بس في باباكي. ركزي كده وشوفي وحسي إن الإيمان في ربنا، هتعيشي أريح كتير قوي، ومش محتاجة تدافعي عن نفسك، ما ربك موجود هيدافع عنك ويسندك. ده اللي أنت محتاجاه. دكتورة أمنية، مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. هقول لحضرتك مشكلتي باختصار، وأتمنى من ربنا وأتعشم في ربنا وفي حضرتك إنك تنصحيني أعمل إيه. بص يا دكتور، أنا لما جيت أتجوز كانت ظروفي المادية وحشة جدا الصراحة، وخطيبتي اللي هي مراتي دلوقتي كانت أحوالها المادية أفضل مني شوية، وفي الحقيقة هي وقفت جنبي وساعدتني كتير بصراحة وقتها، لكن للأسف ده ليه ضريبة دلوقتي أنا بدفعها وما زلت بدفعها يا دكتور. اتعودت هي تصرف وكأنها هي الراجل، وكل قراراتها وكلمتها الأولى والأخيرة في البيت هي اللي بتمشي، وأنا ماليش أي دور، وكمان شورتها من دماغها ودماغها ناشفة جدا جدا يا دكتور، وأنا حقيقي متحمل كل ده علشان شايل لها الجميل وجدعنتها اللي عملتها معايا زمان، وعشان ولادي كمان، وبقول يا واد استحمل، وبستحمل كتير يا دكتور، لكن حقيقي الموضوع زاد جدا عن حده، زاد جدا بشكل رهيب وبشكل يخنق، وبقت بتلغي وجودي تماما تماما من البيت ومن أي موقف يحصل، مع إن دلوقتي إحنا وضعنا بقى أفضل والحمد لله يعني، وطبيعي إنه أنا دلوقتي شايل البيت فعليا، خلاص لما وضعنا اتحسن أنا شايل البيت، لكن بدأت أتضايق وأتخنق من تصرفاتها خالص يا دكتور. في نفس الوقت أنا بفكر أسيبها لأنها فعلا تعبتني جدا، وشكلي كمان أنا قدام ولادي بقى وحش جدا ومهزوز. طب وانت ساكت ليه؟ انت عارف ان شكلك بقى وحش،
هو الغريبة الأهم من إن شكلك يبقى وحش إنها بتعاملك أنت وحش. هي مش عاملة لك قيمة خالص. أنت ساكت ليه؟ مفيش راجل يوافق نهائي إن حد يقل من رجولته مهما كانت ظروفه. الست اللي ما تعرفش تعمل قيمة لجوزها وتحترمه تحت أي ظرف من الظروف ما تستحقش تكون ست ولا أم. الظروف بتعلى وبتقل عند ناس كتير. هو لما تيجي النهاردة تبقى الظروف إن هي بتصرف معناها إنها تعاملك إنك ملكش لازمة؟ أنت قبلت ده. لازم تاخد موقف وتقول خلصت خلاص، يا تبقي بتتعاملي زي بنات الناس وبالأصول يا إما مش هكمل معاكي. هي هتتفاجئ منك بس أنت لازم تكون مقتنع باللي بتقوله. ما ينفعش تفضل كده، ولادك هيطلعوا ضعاف. صدقني ما توافقش ولا أي راجل يوافق على قلة القيمة. الراجل اتخلق عشان يبقى محترم والست تحترمه، وهو كمان بيحطها فوق راسه، بس الأساس إن الست بتحترم جوزها. الرسالة المرة دي بتقول إنها بتشتغل شغلانة كويسة، وأول ما اشتغلت مدير الشغل قال لها بصي أنا مش عايز دلع ولا عايز أعذار ولا عايز مرة تعبانة ولا مرة عندي ظروف ولا ماما مش عارف إيه. ساعتها هتلاقي نفسك اترفدتي. عشان أثبت بقى إن أنا قد الوظيفة دي بقيت زي رجالة، وبقى كل اللي حواليا بيخافوا مني. بس تقريبا أنا اندمجت في الدور وبقيت كده على طول. بقيت مسترجلة قوي، معقدة، مش واثقة في نفسي. حسيت أوقات بشوف إن دي مش أنا، زي ما أكون لابسة ماسك على وشي. هو العيب فيا ولا في الناس؟ بصي يا حبيبتي، هو مش شرط عشان تكوني ناجحة في شغلك وإن الناس تعملك حساب إنك تبقي راجل. حقيقي لأ. نجاحك الحقيقي إنك تبقي ست محترمة. انت ما بتقوليش أنا راجل، بس في نفس الوقت انت ست محترمة. مش محتاجة تبقي عصبية ولا جافة ولا حاجة من ده كله عشان الناس تعملك حساب. بالعكس، ده الهدوء والاحترام أوقات بيبقوا أقوى 100 مرة من اللسان الطويل. انت لابسة ماسكة ده حقيقي، لأن اللي بتتكلم دي بتمثل، دي مش انت من خوفك انك تفقدي شغلك، من خوفك ان الناس تستهون بيكي، من خوفك ان حد يستغلك اتحولتي بقيتي البني ادم ده. بس انت ما تحولتيش، انت لابسه الماسك ده. انصحك تعملي ايه؟ شوفي في ستات كتير قوي ناجحه وهم ستات، في رجاله كتير قوي موجوده ومش ناجحه وخايبه ولا لها لازمه. فالنجاح او الفشل ملوش دعوه براجل او ست، له دعوه بالاحترام والمجهود في العمل. ابدأي تاني، ابدأي تبقي ناعمة تاني، ارجعي لطبيعتك تاني. مش معنى كده طالبة انك تدلعي في الشغل، لأ، بس أنا طالبة إن مفيش داعي تبقي بتتخانقي معاهم في الشغل.